حياكم الله اخوتي الطيبين. اخوان دائما يسألون اصدقاء ومتابعين عن التزاوج والانتاج البلابل. اذا عندك محمية جاهزة وتريد تزاوج لك زوج بلابل، اصعب شي هو تحديد البلبل الفحل من النثية، بعدها يجي التزاوج والتكاثر. التزاوج سهل بالعزل والجمع، شوية صبر يتم التزاوج بإذن الله. بس التكاثر بيه أقسام صعبة شوية، مثل بناء الأعشاش. القسم الأول نقول عليه مثلا النثية ما تبني عشها أو تفلش العش. ثاني قسم نقول عليه التلقيح، متزاوجات بس لقاح ماكو، أو تبيض بس البيض يطلع ما ملقح، يطلع فاسد مثلا البيض. القسم الثالث المبيض. المبيض هو مثلا شلون نقول عليه مثلا النثية تكسر البيض، أو تبيض بالأرضية، أو ما تحتضن البيض، أو أصلا ماكو بيض ما تبيض. كل هاي الحالات إلها أسباب، وكل سبب إله حل عن تجربة. الكل مربي له طريقة بحل هاي الأسباب. المهم ما بدي أطول عليكم الفيديو بشرح. شرحنا اليوم يكون بس على التزاوج إن شاء الله. نبدي بالتزاوج. التزاوج شو ممكن نآلف البلابل على بعض، نخلي واحد يتعلم على الثاني أو يتعرف على البلبل الثاني شوية، ديما نخليهن بهذا بالعزل والجمع. هاي الطريقة نستخدمها وياهن حتى يتعارفن البلابل ويتآلفن بيناتهن، حتى يتقبلن التزاوج بيناتهن. نحاول نجمعهن قفص بصف قفص، ما نطبقهن سوية بقفص واحد ونخلي يصير عركة بيناتهم ويصير تنافر، الطير ما يريد الطير الثانية مهما كان، أو يتأخر التزاوج مالتهم. نجمعهن قفص بصف قفص قد يوم أو يومين، وشرط أساس يكون الطير ما يشوف الثاني، يعني بيناتهن عازل أو تبعدهن عادي يسمع الصوت مو مشكلة. تكرر المحاولة وياهن بالعزل 3 مرات أو 4 مرات لحد ما تشوف بيناتهن تحفيز بالمزاوف والبروزة بحرورة تشوفهن يعني. يلا تقدر تجمعهن بقفص واحد لمدة ساعة وتراقبهن. إذا تعاركهن أو ما تعاركهن راح ترجع تعزلهن وتكرر العزل وياهن نفس الحالة بس بمدة أطول. مثلا تخليهن فد أسبوع معزولات، تجمعهن يوم واحد بس، ما تطبقهن قفص بصف قفص، تخلي بيناتهن مسافة متر. بهاي الحالة شوي تخليهن تحفيز أزيد، والطير يتعلم على الثاني أو يشتاق له بيناتهن، يصير تحفيز أزيد بيهن. كل ما تشوفهن يزاوفن بيناتهم بحرورة ترجع تعزلهن وترجع تجمعهن مرة ثانية، لحد آخر شي يشوف مزاوفهن، يعني الطير يريد الطير الثاني يدخل أو يطلع من القفص على مود يوصل للثاني. بهذا الحالة تجمعهن، وإن شاء الله بهذا العزلات 3 أو 4 عزلات يتم التزاوج بيناتهم. أتمنى وصلت الفكرة إن شاء الله.